النقطة التاسعة تسمى جلسة الحب. جلسة، خلينا نقول شيء للآباء وشيء آخر للأبناء. أحيانا الآباء، وأنا مثلكم أب، جلستنا مع أولادنا كلها نصائح: لا تمشي مع قرناء السوء، لا تشرب الدخان، لا تدخل على مواقع الإنترنت غير جيدة، لا تأخر الصلاة، لا تآذي جيرانك. كلها وصايا. هل هذا غلط؟ مو غلط، بس لا يكثر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدع الموعظة مخافة السآمة. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر بالناس ثم يلتفت إليهم فتشرئب الأعناق، استنون ايش يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فيترك الموعظة صلى الله عليه وسلم. ليش؟ مخافة السآمة. ومن يسأم من كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ إذن جلسة الحب بين الأب وأبنائه مو لازم تكون وصايا: ليش شعرك طويل، ليش ثوبك طويل، ليش بنطلونك قصير، ليش البلوزة اللي لابسها، ليش تفعل. أنا أريد جلسة بين الأب وبين أبنائه، جلسة كانت تجلس مع صديقك، سوالف عامة. يحب الكورة ولدك، سولف معه عن الكورة. يحب الرياضة، سولف معه عن الرياضة. يحب الكمبيوتر، سولف معه عن الكمبيوتر. جلسة ما تكون فيها فقط وصايا. كذلك أبناء الطلاب وأبناء الشباب، لما تجلس مع أبوك، للأسف بعض الأبناء ما يجلس مع والده إلا إذا يبغى فلوس، أو يبغى يسافر، أو يبغى يغير غرفة نوم، أو يبغى يغير دباب ولا دراجة ولا سيارة ولا أيا كان. ما يجلس إلا الطلب، ما يجلس مع أبوه: كيفك أبويا اليوم؟ طيب، عسى ما تعبت في العمل، إيش رأيك يا أبوي نروح الخالي نسلم عليه؟ أبد ما في. فأيضا الأبناء لابد أن تكون بينهم وبين آبائهم جلسة فيها سوالف عادية، مش يعني كلمات مطالب فقط. أيضا النقطة العاشرة اللي هي متعلقة بهذا اللي يسمى دائما الحب. النقطة هي تسمى هدية الحب. هدية الحب. أنا بسأل سؤال ولا تجاوبوني، اتفقنا؟ لا تجاوبني. السؤال للآباء وبعدين للأبناء، بس بدون جواب. الآباء: متى آخر مرة أهديت ابنك هدية؟ فكر معاي، يمكن تقول أمس، ممكن تقول قبل شهر، ممكن تقول قبل سنة. تفضل. لما نجحوا. اللي أبغاه منك من اليوم ورايح هدية الحب. أول شيء، حبيبنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا بقوله: تهادوا. يا سلام عليكم، ممتاز. تهادوا تحابوا. إذن الهدية تورث الحب. الكلمة للآباء: أنا ما أغير عليك ميزانيتك تقول لي كل يوم أجيب له هدية، لا، حتى لو حاجة بسيطة. أيضا الأبناء: ممكن أقول لك يا ولدي حاول تهدي أبوك هدية، يقول طيب أنا ماني موظف، كيف أهدي أبوي؟ يا ابني لو جمعت من مصروفك ريال بس كل أسبوعين 3، لو اشتريت لوالدك سواك وجيت قلت يا بابا هذه هدية مني لك، سواك بريال. فدائما الهدية أيضا تورث الحب ما بين الآباء والأبناء وما بين الأبناء والآباء. سؤالي الأخير: صدقا كم واحد من الإخوة والشباب سجل هذه ال10 الأشياء؟ طيب، يعطيكم العافية. اللي أبغاه منكم اسمعون. طيب، اللي أبغاه منكم هذه يعني خلاص أمشي ولا؟ طيب، اللي أبغاه منكم الإخوة والأبناء اللي سجلوا هذه النقاط ال10 لا توقف عندك، لا توقفها عندك. ارسلها رسالة جوال، ارسلها في تويتر، ارسلها في الفيسبوك، ارسلها رسالة جوال عادية. عود نفسك دائما على نشر الخير، فالدال على الخير كفاعله. أتمنى لي ولكم ولأبنائي الكرام ولإخواني الأفاضل حياة أسرية مليئة بالحب، الذي هو الحب أراده الله سبحانه وتعالى، الحب الذي حثنا عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، الحب الذي يجعل الإنسان دائما يعيش في سكينة وطمأنينة في محيطه الأسري. أشوفكم على خير وفي أمان الله.
شكرا لكم، شكرا لكم. يعطيكم العافية.